بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عرفنا مع بعض الفيديو اللي فات انواع الداتا تايب، النهارده هنعرف يعني ايه فاريبل عشان اقدر استخدم الداتا تايب اللي احنا عرفنا عليهم في الفيديو اللي فات. عايزين نتخيل مع بعض ان احنا في مدرسه وقلنا ان في فصل اسمه 5 تالت. انا عاوز اروح اشوف الطلبه اللي موجوده جوه فصل 5 تالت دول مكانهم فين. فاتقال لي ان فصل 5 تالت ده على اخر الممر، الفصل اللي على ايدك الشمال. بعد ما رحت اخر الممر ببص على الفصل الشمال عشان اشوف الطلبه اللي جوه الفصل. الطلبه مش موجودين على اسم 5 تالت، الطلبه موجودين جوه الفصل ده. نفس الفكره في الفاريبل. لما باجي انشئ فاريبل انا بحجز مساحه تخزينيه جوه الميموري، بخزن فيها الفاليو او القيمه اللي عايز احطها جواها وبديها اسم. فالفاليو ما بتتخزنش جوه الاسم، هي بتتخزن جوه ميموري. باجي على المساحه التخزينيه اللي في الميموري اللي انا حجزتها دي او مديها اسم عشان اقدر اوصل لها بسهوله. عايزين بقى نعرف السنتكس اللي هنبدا نشتغل فيها عشان اقدر انشئ فاريبل. اول حاجه اعمل فاريبل نيم، بسمي الفاريبل بتاعي، وبعد كده بحط assign اوبريتور اللي هو بيكون عندي علامه يساوي، وبعد كده بحط الايه الفاليو عشان اقول ان الفاليو بتاعتي متخزنه جوه الفاريبل نيم او الاسم اللي انا هديه للمساحه التخزينيه في الميموري اللي انا هبدا احجزها. طيب عايزين ننشئ فاريبل مع بعض، فانا هسمي فاريبل نيم ده اسمه ايه ماي فاريبل على سبيل المثال، وهقول الماي فاريبل ده وبعد كده احط له assign اوبريتور اللي هو علامه بيساوي، وبعد كده اديله فاليو وليكن الفاليو بتاعتي ماي فاليو. فانا كده انشات فاريبل اسمه ماي فاريبل، فانا كده حجزت مساحه تخزينيه جوه الميموري وقمت مخزن جواها الرينج بتاعي اللي اسمه ايه ماي فاليو. طيب عايز ابدا استخدمه، هقول print الماي فاريبل واجي اعمل ايه واجي اعمل رن للكود، بلاقيه طبع لي ايه ماي فاليو. عايزين نعرف الرول او الشروط اللي اقدر اسمي بيها الفاريبل بتاعي. اول حاجه عندي كان ستارت باي حرف من اول الاي لغايه الزد سمول او من الاي كابيتال للزد كابيتال. اي حرف عندي اقدر ابدا بيه الفاريبل بتاعي او ابدا بايه بالاندرسكور. فهنا انا بدات بحرف الام عادي، فانشات الفاريبل بتاعي ماي فاريبل. ممكن ابدا بالاندرسكور زي كده، ولو جيت وعملت له رن هلاقيه بيشتغل معايا بطريقه طبيعيه. طبعا لي ايه ماي فاليو. برضه عندي ايه تاني من ضمن الرول اللي عشان اقدر اسمي بيها الفاريبل. تاني حاجه ما اقدرش كانه ستارت with number او special character، يعني ما ينفعش اجي هنا على الفاريبل وابدا رقم واقول 5 ماي فاريبل، ده ما ينفعش. او اجي وابدا بسبيشال كاركتر زي علامه الاد او علامه التعجب او على 100%. كل الحاجات دي تخلي فيه ايه ايرور يظهر لي في الفاريبل بتاعي ما اقدرش استخدمه. تالت شرط عندي اقدر اعمل انكلود ايه اي رقم من الصفر للتسعة جوه الفاريبل بتاعي او اندرسكور. فانا اقدر اجي جوه الاسم بتاعي واقوم حاطط رقم زي 12 ماي 12 فاريبل، ده اسم فاريبل مقبول عندي، او احط الاندرسكور وسط الايه كلام. انا كده اقدر ابدا بالاندرسكور او احطه في النص. بالنسبه للارقام اقدر احطها في نص الفاريبل، لكن ما اقدرش ابدا بيها الفاريبل. السبيشال كاركتر ممنوع عندي نهائي، ما اقدرش ولا ابدا بيها ولا حتى اعمل لها كلود جوه الفاريبل بتاعي. اخر حاجه عندنا في الرول لما بنيجي نسمي فاريبل ان اسم الفاريبل سنسيتيف كيس. فانا لو عامل فاريبل مثلا واسمه نيم ومسميه نور الدين وعاوز اعمل برنت للاسم، ما ينفعش اسميه نيم بالشكل ده. ان كابيتال النيم مش زي ان سمول النيم. فلما اجي اقول نيم نوت لايك نيم اسمي الفاريبل سنسيتيف كيس. عاوزين بقى كده عرفنا الرول اللي بنقدر نسمي بيها الفاريبل. طريقه كتابتي للفاريبل اقدر اكتبه ازاي؟ عندنا الحاجه الطبيعيه لو انا مثلا هاخد اسامي اليوزر اللي عندي بيسجلوا على موقع مثلا، اقدر اخزنهم جوه نيم، ودي حاجه طبيعيه من سنجل وورد، دي نورمال اللي بقدر اسمي بيها فاريبل بتوعي. في طريقه ثانيه اسمها كابل كيس، ممكن اسميه ماي نيم احط جواها نفس الفاريبل، ودي بتكون من تو وورد، دي اسمها كامل كيس. في طريقه كمان ممكن اسمي الفاريبل بتاعي اللي هي سناك كيس ماي نيم، بديله برضه نفس الفاريبل نفس الفاليو، ودي بتكون من وورد واسم الطريقه سناك كيس. كل الطرق دي فاليد ميت الفاريبل. لو عايز اجي استخدمه لو قلت برنت النيم وبرنت ماي نيم بالكامل كيس وبرنت ماي نيم بالسناك كيس وعملت رن، الاقيهم كلهم اتطبعوا بشكل سليم، ودي طريقه فاليد عندي تسميه الفاريبل. طب دلوقتي عايزين نعرف حاجه زي الفاريبل دي قدرت تساعدني ازاي. عايزين نتخيل ان احنا بنعمل لوجن على موقع، واول ما اليوزر يعمل لوجن عاوز اظهر له رساله هلو يا فلان. فقبل كده لما بنيجي نستخدم البرنت اقدر اقول له ايه هلو نور الدين. لما هاجي اعمل رن ظهر هلو نور الدين. اي يوزر هيعمل لوجن على الموقع هيظهر له هلو نور الدين. هل
كل اليوزر بنفس الاسم؟ لا، دي حاجه مش منطقيه. انا عايز اظهر الرساله مناسبه لكل اسم يوزر هيجي يسجل عندي. فعشان كده هلجأ لحاجه اسمها الفاريبل اللي احنا اتعلمناها النهارده، عشان ده متغير عندي، بيتغير على حسب حاله كل شخص هيجي يخزن ايه جوه الفاريبل. فالنص الثابت عندي اللو هتظهر لكل الناس. عاوز اظهر النيم على حسب ما المستخدم مسجل اسمه عندي، فانا هقول بلس، واسم الفاريبل انا هختار واحده من الثلاثه فاريبل دول، وليكن اول واحده اللي هو اسمه نيم. لو جيت وعملت رن ظهر لي ايه؟ قال له نور الدين، علشان نور الدين ده هو اللي متخزن جوه الفاريبل اللي اسمه نيم. طب جه يوزر تاني وقام كاتب اسمه علي، لو جيت وعملت رن هلاقي ايه؟ قال له ايه؟ قال له علي. انا كده قدرت اغير من نص الرساله اللي بتظهر لليوزر اول ما يعمل لوجن على سبيل المثال يعني، من غير ما اغير فيها. اللي غيرته بس قيمة الفاليو اللي بتتخزن جوه الفاريبل. دي كان بشكل مبسط شرحنا فيه يعني ايه فاريبل. الموضوع هيوضح اكتر مع الامثله اللي هناخدها في الفيديوهات الجايه. كده يكون خلص فيديو النهارده، واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله.